الذي يجب الابتعاد عنه، ولا التوضيح الكافي للحق والمنهج السلفي حتى يتشبثوا به. كثير من الشباب السلفي ضاعوا لأننا لم نحمل لهم راية شيخ الإسلام ابن تيمية ونقول هذا هو الحق، هذا هو الحق وهذا هو الباطل. فيجب علينا أن نستدرك ما فاتنا ونبين لشبابنا الحق. كم من داعية الآن سلفي يقول الشباب عليكم بالضلال، كأنما كتب من الجنة، عليكم بمعالف الطريق. هذا يدعو إلى فكر الخوارج وإلى تكفير الأمة بأكملها. معالف الطريق والضلال يدعو إلى تكفير الأمة بأكملها، ويعتبر مساجدهم معابد جاهلية. ثم آراء الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض وكل شيء في كتب هذا الرجل. فكيف نمجد لهم هذا الرجل ونقول إمام ومجدد؟ طبعا سيتجه الناس إلى كتب هذا الإمام المجدد وسيتركون المنهج السلفي. إذا لابد من التوضيح يا جماعة يا أمة المسلمين، لابد من التفريق بين الحق والباطل. والله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس، فيجب على ورثته أن يكونوا فرقا بين الناس وأن يفرقوا بين المحقين والمبطلين. لهذا ضاع شبابنا، أصبح هذا تبليغي وهذا إخواني، وفي نفس الوقت يتنكر المنهج السلفي ويصبح من خصومه. لماذا؟ لأننا لم نبين للشباب السلفي أن يعض على ما علي بالنواجذ وأن هذا هو الحق، وأن يحذر كل الحذر مما عند هذه الفرق. هذا حق يجب أن نقوله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للصدع بالحق والتفريق بينه وبين الباطل، والتفريق بين المحقين والمبطلين والسنيين والمبتدعين. وإلا سيظل الشباب في حيرة وفي متاهة ويتخبط، وسيكون يعني تبعا لكل ناعم. نسأل الله التوفيق. نشكر أخانا الشيخ ربيع على ما يتضمنه كلامه من أن الواجب التثبت أولا، ثم مناقشة من نقل عنه في الخبر أو الفكر أو الرأي، فإن أصر على باطل فإنه يبين ويكشف حتى لا يغتر الناس به. وهذا هو الواجب، التثبت أولا ثم المناقشة ثانيا بين الإنسان وبين من نقل عنه هذا الخبر، ثم بعد ذلك بيان الحق إذا أصر على ما هو عليه من باطل. هذه 3 مراتب: التثبت، المناقشة، بيان الحق من الباطل. وفق الله جميعا ما يحب ويرضى، إنه جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.